أورا يا طاوة بربستة تسقق كي عاود خشانا الروخ خد قدشا خسا لمخيلو سعرانا المجمرة صويانوخ هولا رعي خكيمة أخلبوخ اتمودن بخطيتها تبولاغا وتقودي رايوتا الأيتاثخ بزديقوثا وقديشوتا ومدبرين الهين الخويادة بيوخ بعينا من الأخمار التشمع صلاواثا آمين. أيها الرب الإله الآب، لقد أرسلت النجم يهدي المجوس إلى ابنك الوحيد. نم فينا الرجاء بك، واجعلنا نعرف في كل الأوقات والأزمنة أنك تسير معنا وتسهر علينا نحن شعبك. علمنا أن نتبع إرشادات روحك القدوس مهما بدا لنا الطريق غريبا، فنبلغ بذلك إلى وحدتنا في يسوع المسيح نور العالم. افتح عيوننا على روحك القدوس، شجعنا في إيماننا
لكي نعترف بأن يسوع هو رب، فنسجد له ونفرح به فرحا عظيما كالمجوس في بيت لحم. نسألك هذه النعم باسم ابنك يسوع المسيح، آمين. أيها الرب الإله، أنر طريقنا بنور المسيح الذي يسير أمامنا ويقودنا. نورك علينا واسكن فينا، قدنا واجعلنا نكتشف في أعماق قلوبنا مذودا صغيرا يرقد فيه نور عظيم. نشكرك يا خالق النور لأنك أهديتنا النجم الذي لا ينطفئ شعاعه، يسوع المسيح ربنا ومخلصنا. فليكن لنا منارة في رحلة حجنا، اشف جراحات انقساماتنا واجذبنا أكثر إلى المسيح النور، لعلنا نجد فيه وحدتنا. آمين.
أيها الرب الحنون، لقد وهبت الأعمى البصر ليعاينك مخلصا، فأهلنا للتوبة. برحمتك ارفع الغشاء عن عيوننا، اهدنا إلى السجود لك والاعتراف بك إلها ومخلصا. في لجة أحزاننا وعلى الرغم من كثافة معاصينا، أهلنا أن نحبك من كل قلوبنا. أعطنا أن نسير معا بهدي نورك، قلبا واحدا وفكرا واحدا كالتلاميذ الأولين. فلتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معنا، لنمجدك في شركة الروح القدس، ونشهد لك أمام جميع الذين هم من حولنا. آمين. استجب يا رب لصلاتنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا. الشعب السالك في الظلام رأى نورا ساطعا، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. منحتهم ابتهاجا على ابتهاج، زدتهم فرحا يا رب، كالفرح في الحصاد فرحهم أمامك، كابتهاج يتقاسمون الغنيمة، لأن النير الذي أثقلهم والخشبة التي بين أكتافهم كسرت مقاضيب مسخرين، كما في مديان نعال العدو في المعركة، مع كل ثوب ملطخ بالدماء أحرقتها مأكلا للنار، لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن، تكون الرئاسة على كتفه، يسمى باسم عجيب، ويكون مشيرا وإلها قديرا وأبا أبديا ورئيس السلام. سلطانه يزداد قوة ومملكته في السلام دائم. يوطد عرش داود، يثبت أركان مملكته على الحق والعدل من الآن إلى الأبد. غيرة الرب القدير تعمل ذلك. آمين. لا تبغ الطيب منا نسيان من ثملها من حطايا طايل لأشرار شينا بوريثا واشلام بعين الخلشة والطير منا بحنانا راوي وقرسي وتخدوشي وخاني ملكين تأسرون عباش الماء ويوثق عمره شيا وشينا نعمر تخيض طوبارك واشوان لو يوم قليانا للطول رابو شان يمنعون عما بلغنونا عم قلبي شهد رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس.
بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور، فثمر النور يكون في كل صلاح وبر وحق. فتعلموا ما يرضي الرب ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها، فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل ما انكشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح. فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء لا سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها، فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. آمين. شي خايثني ثاون وروح نسجد فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي:
وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست صورة بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمن النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني، لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا، ذهبا ولبانا ومرا، إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس. انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم برخمو وشينا وشلوم الكفوم. شما بوبرو روح قديشو حضلوه شريرو آمين. سيدي صاحب القداسة، إخوتي الأحبار الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الإخوان الرهبان والأخوات الراهبات، المرتلين والمرتلات، أيها الشعب المؤمن، كم هو جميل أن نقف في هذا اليوم لنصلي مجتمعين بقلب واحد وفكر نقي ونية صافية من أجل وحدتنا. كم هي السماء الآن فرحة بهذه الصلاة، مختلطة هي الملائكة العلوية في هذه التراتيب وهذه الصلوات وهذه الكلمات التي يقدمها الترابيين للإله العلي، الذي كانت له أمنية تمناها علينا نحن البشر، ومع الأسف لم نحققها له. كونوا واحد كما إني أنا والآب واحد. هي أمنية، هي طلبة، هي وصية، لا بل هي فريضة. وعندما تكون هي وصية وفريضة فإن كسرها يعتبر خطيئة. ولهذا لا أستطيع أن أنسى كلمة كان يرددها دائما المثلث الرحمات مارغناطيوس زكا الأول عيواز، كان يقول: هنالك خطيئة سنحاسب عليها كلنا، ألا وهي الانقسام. لا نخدع نفوسنا، نحن لسنا واحد في المسيح، هذه حقيقة.
هل تعلمون متى وكم بقينا واحد في المسيح؟ 450 عام. في بداية المسيحية عندما أسس ربنا كنيسته على الأرض أسسها واحدة، واستمر الرسل والمبشرين والآباء الأولين لمدة 450 عام، 4 قرون ونصف، متحدين موحدين، إيمان واحد، فكر واحد، صلاة واحدة. ولهذا نرى أن تلك القرون 4 والنصف كانت مليئة بالمعجزات الباهرات، كانت مليئة بالثمار الروحية التي نتج عنها أن تكون اليوم المسيحية منتشرة في كل بقاع العالم. تأكدوا لو كان فكر الآباء الأولين كفكرنا اليوم لما كنا نرى مسيحية في كل مكان مثل ما هي اليوم. الفضل ليس لنا، الفضل لآبائنا العظام. إذا ما تأملنا في أسماء الآباء العظام القديسين سنرى أن آباءنا المشتركين كلهم أو أغلبهم كانوا في تلك 4 قرون والنصف. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن نرجع لذلك الإيمان، أن نرجع لإيمان الكنيسة الأولى، أن نترك من يتفلسف ويقول أن لي مفهومي الخاص في قراءة الإنجيل أو معرفتي الخاصة في المسيح، أو أنا أرى. الآباء لم يكونوا لم يقل واحد منهم إني أنا أرى، بل كانوا دائما يقولون أن الكنيسة ترى. الكنيسة ترى. أحبائي، هل تعلمون أن الكنيسة هي قبل الإنجيل؟ اليوم نرى من يقول الإنجيل وفقط الإنجيل. نعم، نحن نؤمن بالكتاب المقدس والإنجيل، ولكن في بداية المسيحية إنجيل يوحنا كتب ما بين 90 و100 ميلادية. ما قبل أن يكتب هذا الإنجيل كيف كان يسير الآباء الأولين الرسل؟ الكنيسة، الإيمان بذلك الإله الذي جاء من أجل خلاصنا. ولهذا نرى أن آباء المجمع النيقاوي ركزوا على عبارة الحمد لله أننا اليوم ككنائس رسولية ما زلنا ملتزمين بها، ونقول كلنا مهما اختلفت كنائسنا، طوائفنا، لغاتنا، عقائدنا، ولكننا نشكر الله أننا ما زلنا نقول نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة. هذا الإيمان يجب أن نعود إليه، وأن تكون كلماتنا حقيقية لا تمثيلية. كم هو جميل اليوم أن نشترك بصلاة واحدة، جميل جدا، ولكن الأجمل هو أن نعمل بجد على أن نكون واحد في المسيح. ما الواحد يجي يقول لكم يلا من غدا نحن صرنا واحد، لا تصدقونه، ماكو اشكال حكي. لكن إذا تأملنا بالتحديات التي تواجهنا اليوم، وبالذات نحن من وجدنا أولا في هذا الشرق، الشرقيين، نحن من انطلق من عندهم الآباء الأولين والرسل، والمسيحية انتشرت وانطلقت من هذا الشرق إلى كل العالم. مسؤوليتنا كشرقيين أضعاف
الغير. إذا نحن كشرقيين نتأمل بما قدمه المجوس الذين جاءوا من الشرق للرب يسوع، نتأمل بذلك الميلاد الذي وحد السماء مع الأرض، العلويين مع السفليين، الذي اشترك به الغني والفقير، الملائكة والبشر، حتى الحيوانات اشتركت في ذلك الميلاد. إنها مسؤولية أحبائي أن نحيا هذا الميلاد، أن نحيا هذا الإيمان، أن نحيا إيمان الكنيسة الأولى، وأن لا نحياها فقط، بل أن نجعل الذين من حولنا يلمسونها ويعيشونها. تعرفون متى ابتدأ الانقسام؟ متى ما ابتدأ يفكر الآباء الذين في عهدهم تم الانقسام، أي قبل 450 سنة. أول تفكير فكروا به من بعده ابتدأ الانقسام هو من هو الأعظم، من هو الأفضل، من هو الأصح. تناسوا وصية الرب يسوع: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. الوداعة هي المظهر الخارجي للتواضع الذي يكون في القلب. من غير الممكن أن يكون إنسانا وديعا ويظهر وداعته ما لم يكن متواضع القلب. متى ما نسي تواضعه ووداعته ابتدأ يفكر بمن هو أعظم، ومن هنالك ابتدأ الانقسام. 3 مراحل في القرن الخامس والحادي عشر والسادس عشر كانت أقسى مراحل تمر بها الكنيسة، مراحل الانقسامات. نتمنى أن نكون على وعي بما نؤمن، وأن نحيا بالحقيقة تلك الفكرة التي تقول: نحن نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. نشكر الله اليوم على هذه الصلاة التي نطلب من السماء أن تتدخل لتغير قلوبنا. نحن بحاجة ماسة للمسة إلهية أن تغير قلوبنا لنعيش معنى الحقيقي للكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية، ونعمته مع جميعنا. آمين. نؤمن بإله واحد الذي به كان
جاء المجوس من الشرق لكي يؤدوا السجود للطفل الإلهي ويقربوا له هدايا من بلادهم وثقافاتهم. نصلي اليوم من أجل كل الجماعات المسيحية المنتشرة في العالم على تنوع طقوسها وتقاليدها. نسألك يا رب أن تحافظ على هذه الكنوز، بخاصة في مناطق من العالم بات فيها وجود المسيحيين وبقائهم مهددين بالعنف والاستبداد. طفولة الرب يسوع انطبعت بالعنف والمجازر التي حدثت بأمر الملك الطاغية هيرودس. نصلي من أجل الأطفال العائشين في الأماكن من العالم حيث ما زال العنف مستشرياً وتداعياته ملموسة. قوي يا رب روابط الوحدة والمحبة المتبادلة بين كنائسنا، وساعدنا لنتعاون ونشهد لاسمك القدوس. ألهمنا أن نعمل من دون انقطاع للدفاع عن المظلومين واحتضان المهشمين. هبنا الشجاعة لكي نقف جميعنا في وجه الطغيان وأنظمة الاستبداد، ونحن نبعث عن ملكوتك فيما بيننا. يا رب استمع صلاتنا. بعد زيارة المجوس اختبرت العائلة المقدسة الهجرة عبر البرية وصارت لاجئة في أرض مصر. نصلي من أجل جميع اللاجئين والنازحين في هذا العالم. اجعلنا يا رب مستعدين لاستضافة المهجرين من بيوتهم، وامنحنا روح الترحيب بالذين يبحثون عن ملاذ آمن. ولادة يسوع كانت البشرى السارة لكل البشر، فقد جمعت الناس من أمم مختلفة وأديان متعددة للسجود للطفل القدوس. نصلي من أجل جهودنا الرامية إلى التناغم والحوار مع الديانات الأخرى. أعطنا يا رب تواضعاً وصبراً لنلاقي الآخرين في مسيرتهم. يا رب استمع صلاتنا. رجع المجوس إلى بلادهم في طريق آخر. نصلي من أجل كنائسنا في هذا العالم المتقلب. ساعدنا يا رب على اكتشاف طرق جديدة وخلاقة في اتباعك والشهادة لك حتى يؤمن العالم منك نطلب. أهلنا يا ربنا وإلهنا أن نقف أمامك دوما بلا عيب، بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي منحتنا إياها برحمتك ندعوك جميعا سويا، وهكذا نقول:
هاو شلامة خاذ الخاذ بخبة دمشيخة. إخوتي تبادل السلام بمحبة المسيح. أيها الحضور الكريم، شكرا جزيلا لحضوركم ومشاركتكم معنا الصلاة التي أقيمت في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان لمناسبة ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. نبقى واقفين من أجل نيل البركة من أصحاب القداسة والسيادة والنيافة. لاحقا ننصرف إلى قاعة الكنيسة من أجل المشاركة في مائدة المحبة. شكرا جزيلا. طيبوثة ماراني شوم شيخا وخبت آلاء آوا وشوتا فوثا دروخ القدشة